مساء الفل. اتعلمنا ازاي نختبر ال APIs جاهزة، بس سألتوا نفسكم قبل كده ازاي أمازون أو فيسبوك بيبعتوا البيانات؟ النهاردة هقولكم سر ال QA الشاطر، ازاي تطلع ال API المستخبي وراء أي موقع ونفتحه عندك في بوست مان ونجربه بنفسك. يلا بينا. مساء الفل. أكيد بيجي على بالك سؤال: هل أنا أقدر أعمل API لأي موقع؟ ممكن تقول وممكن تقول لأ. النهاردة هنجاوب على السؤال ده مع بعض. أيوة، ينفع تعمل API لأي موقع. الإجابة هنا بقى ازاي أعمل API لأي موقع. هنختار أي موقع، مثلا أمازون، عشان نوصل لل API زي ما اتعلمنا مع بعض. هنضغط كليك ونختار انسبكت. على طول هنختار ثواني F12. هو بيفتح على البداية. احنا عشان نوصل لل API هنختار النتورك. ده المكان اللي بنشوف فيه كل المرسلات بين الموقع والسيرفر. هو فاضي، تمام. مجرد ما انا اعمل سيرش او اد او اي حاجة، مثلا درس، شايفين الزحمة اللي عمالة بتحصل دي؟ احنا هنا بندور على نوع معين اسمه الفيتش ده. يعني مثلا شفتوا كل ده، انا بس هضغط على الفيتش عشان اوصل للي انا عايزه بالظبط. الموقع بيظهر لنا طلب جديد اللي هو الاي بي اي. طيب انا كده وصلت الاي بي اي اي موقع، اشتغل عليه ازاي؟ احنا متفقين التول اللي بنشتغل عليها هي بوست مان، فانا عايز اعمل كوبي من هنا واوديه لبوست مان. طيب احنا اختار ايه؟ احنا هنا عملنا سيرش، كنا ممكن نعمل اد او اي حاجة. طيب لو ملاحظين معانا فين كلمة سيرش بالظبط، بنعمل ايه؟ نضغط كليك يمين، نختار كوبي. اختار ايه؟ نختار كوبي as URL bar. تمام. بنروح بقى بوست مان ونعمل import عشان اعمل paste. يعني الحركة اللي انا عملتها في الكوبي دي بتنسخ كل حاجة، URL، الهيدر، البودي، حرفيا كل حاجة. باجي هنا بوست مان، بعمل import، بضغط كنترول في او بسط عشان اظبط الدنيا. طيب انا طبعا عملت الموضوع ده، فكل حاجة هنا ظهرت لي. ومجرد ما ضغطت send، كل الريسبونس راجع من امازون عندي في وسط مان بكل سهولة. كله تمام ومية مية. وبس كده، سلام. بالطريقة دي تقدر تدرس أي موقع شغال ازاي وتشوف الجيسون اللي بيبعته وتتعلم منه. دي مهارة مهمة جدا لكل QA انجينير عشان يفهم الدنيا ماشية ازاي وازاي يعرف كل حاجة. جربوها على مواقع تانية وقولولي طلعتوا ايه. سلام.